تعليق على كيف مرشحة بمدينتي قالت انه اللي ما صوتوا لنا ياكلوا خرا. هلا بعتوا لي كمان انه في مرشح عندهم قال شيء مشابه. طبعا طلعت النكت اونلاين انه بتقولوا عن منفذ فوقيين الخ. بس انا حابب روح لشيء ابعد من فكرة فوقيين، لانه اكيد في ناس داعمين طرح مواطنون وهن فوقيين، وفي ناس داعمين طرح مواطنون وهن متواضعين، في ناس داعمين مدينتي وهن فوقيين، وفي ناس داعمين مدينتي وهن متواضعين. فهي مش الموضوع بمدى تواضع او فوقية الشخص، هي الموضوع حقيقة لها علاقة بالنظرة السياسية، يعني التشخيص السياسي وطرح الحل السياسي. أنا سبق وكتبت قبل يعني قبل يوم اقتراع امبارح إنه توصيفنا للمشكلة، إذا نحن شايفين إنه المشكلة أشخاص، يعني إذا شايفين السلطة هي نبيه بري وجنبلاط وإلخ، بطبيعة الحال خليني نجرب جيب أشخاص بدالهم، وهيدا هو المفهوم السائد بشكل عام. يعني بنقول كلهم يعني كلهم، في تركيز على هن ونحط صورة الزعماء بوقت الزعماء الستة. وساعتها بيصير طبيعي انه خلينا نجتمع سوا تنصوت لأي حدا غير هوليك، وبيصير كمان التركيز على الشخص. يعني بنصير نحكي قد ايه هيدا المرشح فهمان، بنصير نفرجي سيفياتهم، بنصير نفرجي قد ايه هيدول نضاف مش فاسدين غير هوليك. اما توصيف مواطنون هو توصيف مختلف، هو توصيف انه انا مش مشكلتي مع هالزعماء شخصيا، انا مشكلتي مع نهج، وبالتالي البديل لهم هو نهج بديل، يعني هو تبني سياسات بديلة. وهذا هو حقيقة عمق الاختلاف السياسي. وهون بدي ارجع لفكرة ياكلوا خرا. اذا انا كل مقاربتي هي مبنية على الاشخاص، ايه اذا اخر شيء الاشخاص بدهم يرجعوا يصوتوا لنفس الاشخاص ياكلوا خرا، يعني بيصير هيدا تعليق مش جاي عن فوقية. يمكن هي تكون فوقية ما بعرفها، ويمكن ما تكون، يعني عن جد ما بعرفها، بس هيدا جاي من توصيف خاطئ انه مركز على اشخاص. بالمقابل المواطنون عم بيقولوا طب تعالوا نفهم هيدا المجتمع ليه عم يشتغل هيك. يعني لما في حرب وفي بيوت مدمرة بجنوب وراحوا على بيروت او ببيروت، يعني شو متوقعين من هالاشخاص غير انه على الاقل يهادنوا حزب الله اللي هو ماسك اعادة ترميم هالبيوت او التعويض عن البيوت. لما انا بحاجة لسكن وما في سكن الا هنيك، بالتالي انا مش عم برر انه الواحد يرجع يصوت، بس بدنا نفهم ليه عم يرجعوا يصوتوا. فمش لانه اكلوا خرا من ورا الكيان، ومن ورا انه ما في دولة، ومن ورا زعم الطوائف والبنكرجية اللي ما عملوا دولة صار هيك. بالتالي مش موضوع ياكلوا خرا، موضوع شو هي السياسات اللي ممكن تعدل هيدا الشيء. وهون كان في طرح سكني لبيروت بمشروع مواطنون، وهون مثلا كان في بمشروع مواطنون تحميل الخسائر لأصحاب المصارف، بينما بمشروع مدينتي مش مذكورين المصارف. لأنه نحن بحاجة نفرجي سياسة، بدل ما نجيب مصاري من إيران وبالتالي نصير مرتهنين لإلها، نجيب مصاري من أصحاب المصارف اللي هن أصلا مصرياتنا، يعني مصريات، خصوصي أهل بيروت. رحلة للبلدية $1,000,000 عند المصارف. هلا مهم أنا يعني هلا خلصت الانتخابات بس ببيروت يعني، بس مهم انه عن جد نفكر بهيدا الموضوع. يعني بعرف انه بيطلع صيت على مواطنون بيحكوا اشياء معقدة، طب ما والله هو الموضوع معقد. يعني لو الموضوع ببساطة انه فلان فاسد جيبوا فلان كان تمام، يعني كانت، بس هي بتخلص بانه ياكلوا خرا، بتخلص هون. فحقيقة خلينا نحط على جنب قصة فوقيين، ونحط على جنب قصة الهبل، ونحط على جنب خي مواطنون كيف تعاطوا مع الموضوع مش حلو، نسوا مواطنون. خلينا نفكر طيب هالمجتمع مركب هيك. هلا انا اعطيت مثل اللي هو السياسة السكنية شو بتأثر، واذا منجيب المصاري لهالشي من ايران ومنصير متهنين لها او من اصحاب المصارف. بس في عدد من السياسات الاخرى، وهي سياسات مدينتي ما قبلت تتبناها بغض النظر شو السبب يعني. بس بموضوع مثلا الاقتراع حسب محل السكن، بموضوع التعداد السكني، نحن معتبرين انه هيدا شيء اساسي، في الواحد ما يوافق. بس خلينا نستفيد انه هلا خلصت هالانتخابات لنخوض هيدا النقاش، وللاستحقاق الجاي شو ما كان، ومش شرط الاستحقاق يكون انتخاب، يكون في فرز عن جد مش على اساس مين طيوبين ومين عندهم سيفيات ومين فوقيين، يكون الفرز على اساس مين حامل مشروع لسياسات تغييرية ثورية بمعنى الكلمة ومين لا.